كريم كريدة إعلامي تونسي نسجل حضوري اليوم في قمة الإعلام العربي للمرة الثانية على التوالي. طبعا مش غريب على دبي، ليس غريب على دبي أنه تسجل مثل هذه الدورات في الإعلام. هذا عرس إعلامي، يعني احتفالية بأتم في الكلمة من معنى، حضور مكثف لوسائل الإعلام العربية المقروءة المرئية المسموعة، مكرمون عدة يشتغلون في وسائل التواصل الاجتماعي، صناع محتوى راقي، يعني ندوات، أمسيات، تظاهرات إعلامية، فما برشا وجوه إعلامية حضرت وسجلت حضورها بقوة. هذا احتفال، إن شاء الله نكونوا ديما احنا كتونسيين إعلاميين نكونوا خير سفير لبلادنا في هذه الاحتفاليات الإعلامية، وإن شاء الله الإعلام العربي يرتقي بكوادره وبالناس اللي تخمم وتفكر باش تأسس صورة إعلامية راقية. ونحيي الناس الكل اللي حاضرين، وإن شاء الله دبي تكون ديما منارة الإعلام العربي وتكون حاضرة وحاضنة مثل هذه الفعاليات المهمة. هذا كتاب رواد إعلام دبي، ونحن في دبي إمارة المعجزات حيث الأحلام تتحقق، والأحلام في المجال الإعلامي كثيرة وكبيرة. وهنا هذا الملتقى هذه القمة العربية التي تحتفل بالإعلام. هنا كتاب يختصر المحطات الثرية التي شهدها تلفزيون دبي والقنوات الإماراتية في مجال إعلامي، سخر هذه الطاقات الإبداعية الخليجية الإماراتية خاصة في كل العالم العربي نجوما وقادة للكلمة الحرة الجميلة. كان معكم كريم كريدة الإعلامي التونسي ورواد إعلام دبي، وهنا المركز التجاري العالمي بدبي وقمة الإعلام العربي.